وجدوا يد بشرية في بيت حمدي ووفاء. سبب سجود وركوع وفاء في توقيت غير مناسب وبشكل غريب جدا. سبب ضرب المبرح من وفاء على راس زوجها حمدي. سبب فزعتهم في نص الليل وبالذات طفلهم الصغير أوسى. وزي ما انتوا عارفين الأطفال زي ما بتشوف الملايكة بتشوف كل حاجة تانية. هذا ما جعل حمدي انه يلبس هذا اللبس الغريب ويتصرف بهذا الشكل. حمدي هنا ما كانش ينفع يفتح النور اطلاقا وكان بيوضح كل شيء. قرر حمدي في حجرة نومه وعلى سرير نومه يعمل كالآتي لكل متابعينه وكل مشاهدينه. هنا حمدي كان بيقول انا غايب بقالي اسبوعين عن القناة وان انا انزل لكم فيديوهات عشان كنت باخد بطاري. قرر يعمل في وفاء مقلب وهو مقلب العفاريت. قرر انه يلبس ماسك ويطلع لها في نص حجرة نومه وهي كان معاها ابنها الرضيع. يا ترى وفاء اتصرفت ازاي؟ بس اتصرفت تصرف غريب جدا. ده حمدي وهو لابس الماسك وده الكوبس اللي قطع بيه نور الفيلا كلها ومن هنا اتحكم في نور الفيلا كلها وراح قاطع النور عليهم كلهم هو واولاده الاربعة وابنهم الصغير الخامس. دي غرفة نوم وفاء زوجته. قرر انه يسيب كل الغرف ويدخل فيها بس. حمدي قرر انه يجيب كمان ادوات انه يخوفها بيها يعمل شغل العفاريت يعني يربط الخيوط في لعب مثلا ويشد الخيط بحيث ان اللعبة كأنها هي اللي اتحركت لوحدها في قلب الغرفة وفي جميع غرف الفيلا. ده حمدي وهو لابس الماسك وظبط كل الكاميرات في جميع الغرف بالكامل في الفيلا. الساعة كانت وقتها 4 الفجر. حمدي بعد ما رصد كل الغرف وبالكاميرات قرر انه يروح يخض وفاء بالأدوات شاريها مخصوص عشان يخض بيها وفاء وكان بيربط في مقبض النيش ومقبض البيبان الخيوط المخصوصة لهذا المقلب وعشان خاطر النيش كأنه بيتفتح لوحده لما يشد هذا الخيط المخصص لهذا المقلب. وبالفعل كان بيحط على الفازة الخيوط والورود عشان يشد مرة واحدة الخيط كأنه هو اتحرك لوحدها. هذه الفازة كأنها اتحركت لوحدها. ثم وفاء طبعا سمعت الصوت ده قامت لبست الإسدال بتحسب في حرامي في قلب البيت. راحت نزلت على الدور اللي تحته وهناك في الليفينج روم وكانت بتبحث وبتقول مين وكان النور مطفي وكانت مولعة نور الكشاف بتاع تليفونها. وطبعا حمدي حاطط على وشها لانها كانت من غير طرحة فحاطط سكرين على وشها وكان معاها ابنها الرضيع كان دايما بيصرخ وبيتفزع. ده حمدي ما كانش حرامي ولا حاجة بس هو صمم يخضهم الخضة المفزعة دي وكان رد فعل وفاء غريب جدا هتشوفوه في اخر الفيديو. هي وفاء دخلت تبحث هناك اهي في كل الغرف على الصوت ده وخلت اولادها يناموا مع بعض كلهم في اوضه واحده وكانت ماسكه طفلها الرضيع واتخضت جدا لما لقت الفازه وقعت لوحدها وخدت ابنها وجريت على الطابق اللي فوق وكانت هي وابنها الرضيع مفزوعين جدا وخدته من غير حتى ما تشيله شيله كويسه ومظبوطه. شايفين اليد دي اللي في قلب المطبخ بشاور لكم عليها هو ده حمدي كان بيشد بالخيوط. وفاء ما سكتتش
وقعدت تبحث مين لغاية لما ضربته على راسه ضرب مبرح، لأنها ما كانتش عارفة إن هو زوجها.